عارف إن في شجرة ممكن تولد كهربا؟ الاختراع ده اسمه أروليف من شركة فرنسية اسمها نيو وورلد وايند. اللي باين كأنها شجرة عادية هو في الحقيقة 36 توربينة هواء متخفين جواها. مجرد نسمة هواء خفيفة الريش الصغيرة دي تبدأ تلف لوحدها، تقدر تلتقط الهواء من أي اتجاه. والأجمد بقى من كده إنها مش محتاجة رياح قوية. أول ما سرعة الهواء توصل لحوالي 5 ميل في الساعة تبدأ تولد كهربا فعلا. عشان كده دي مثالية جدا للمدن، كل ورقة فيها بتنتج حوالي 300 واط. ولما تجمع كذا واحدة في شجرة الرياح طاقة بتوصل لعدة كيلو واط كفاية تشغل مبنى صغير بالكامل. وعلى عكس التوربينات الضخمة دي ما فيهاش شفرات كبيرة ولا صوت مزعج، وكمان شكلها بيكمل منظر الطبيعي حوالين المباني. والأذكى من كده ممكن تتوصل بألواح شمسية، يعني الصبح تشتغل على طاقة الشمس وبالليل تعتمد على الهواء، يعني طاقة شغالة 24 ساعة في اليوم. تخيل بقى لو شوارعنا كلها مليانة بالشجر ده، تفتكر ممكن نستغنى عن الكهرباء العادية في يوم من الأيام؟ قول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.